السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الغاليين، طلاب تانية ثانوي، معكم مستر أحمد الواعر مدرس المواد الفلسفية بالإسكندرية. النهاردة إن شاء الله معادنا مع الفصل الثالث أو ثالث محاضرة أو ثالث حصة معانا في علم النفس، وهي فروع علم النفس. أفكرك إن إحنا خدنا محاضرتين، خدنا الفصل الأول اللي اتكلمنا فيه عن نشأة علم النفس واتكلمنا فيه عن مراحل علم النفس وعن مدارس علم النفس. خدنا الفصل الثاني اللي اتكلمنا فيه عن تعريف علم النفس واتكلمنا فيه عن بعض المفاهيم المرتبطة بعلم النفس، وختمنا بأهداف علم النفس اللي هو التفسير والتنبؤ والتحكم. الفصل الثالث اللي هنتكلم عنه النهاردة هي فروع أو بنقول عليها مجالات علم النفس. الفصل دوت مرتبط جامد جدا بالمعلومات اللي خدناها في الفصلين اللي قبل كده، يعني واحنا بنشرح كل فرع من الفروع هتلاقي في معلومات احنا قلناها قبل كده في الفصل الثاني او الفصل الاول. علشان كده اللي ذاكر الفصلين الاولين كويس جدا هيستوعب درس النهارده بسهوله، واللي ما قراهمش واللي ما فتحهمش يا ريت تعمل بوز وتبدأ تفتحهم وبعد كده تشوف محاضرة النهاردة. يلا بينا زي ما احنا متعودين نمسك الورقة ونمسك القلم ونكتب العناصر الرئيسية اللي احنا هنتكلم عنها في درس النهاردة، وكل عنصر هنقول بعد كده مفاتيحه ايه هي علشان يبقى الورقة اللي انت لخصتها شاملة الدرس بتاع النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس النهارده بتاعنا متقسم لجزئين زي ما انا مقسمه لك على السبوره كده بالظبط ورايا. انقل زي ما انا كاتب لك كده الفروع الاساسيه والفروع التطبيقيه. يبقى انا علم النفس عندي اتصنف لنوعين من المجالات، مجالات اساسيه ومجالات تطبيقيه. المجالات الاساسيه عندك 6 مجالات او 6 فروع، اما المجالات التطبيقية عندك 7 مجالات او 7 فروع. هنبدأ كده مع بعض نكتب اسامي المجالات، وبعد كده نبدأ ناخد كل فرع ونقول الفرع ده بيدرس ايه او بيهتم بايه، علشان في الامتحان اقدر اميز ما بينه وما بين فرع اخر معاه اساسي، او ما بينه وما بين فروع اخرى تطبيقية. نبدأ بالفروع الاساسية. عندي اول فرع عندي العام، تاني فرع الفسيولوجي، ثالث فرع المعرفي، 4 الاجتماعي، 5 النمو، 6 الفارق. يبقى أنا كده عندي 6 فروع أساسية. تمام؟ ندخل بقى على التطبيقية. عندي التربوي، الصناعي، التجاري، البيئي، الحربي، الإكلينيكي، السياسي. دول كده الفروع التطبيقية. طيب السؤال في الامتحان قبل ما ابدا معاك الشرح هيبقى عباره عن ايه؟ هيجيب لك قطعه او هيجيب لك عباره من سطر او سطرين، المفروض ان انت تبقى عارف العباره دي بتشير لانه فرع من الفروع الكتير اللي وراك دي، سواء 6 تطبيق سواء 6 اساسي او ال7 التطبيقي. يعني اجمالي 13 فرع هتاخدهم. المفروض تعرف كل فرع بيهتم بايه في علم النفس عشان تميزه عن غيره. يلا بينا نبدأ حصة النهاردة، وهي حصة ممتعة جدا، حصة من افضل الحصص وابسط الحصص اللي انت هتاخدها في دروس علم النفس او دروس علم الاجتماع في الترم الاول عندك في مادة علم النفس والاجتماع. علم النفس اتغلغل في كل حياتنا، بقى موجود في شتى مجالات حياتنا، وطبعا احنا في الوقت الحاضر عندنا مجالات كتير جدا في حياتنا بقينا بنندرج فيها. بناء على المجالات دي بدأ علماء النفس يخصصوا مجال متخصص لدراسة كل المجالات الحياتية اللي بيمر بها الإنسان. بس زي ما قلنا اتصنفت على أساس مجالات أساسية ومجالات تطبيقية. قبل ما ادخل معاك في كل فرع من الفروع اللي احنا لسه قايلينها، عايزين كده نفتكر مع بعض اهداف علم النفس. في المحاضرة الثانية لعلم النفس خدنا 3 اهداف لعلم النفس. اللي فاكر او لسه معاه المذكرة دلوقتي ويفتح كده ويشوف الافكار، كانوا 3 اهداف. الهدف الاول تفسير السلوك وفهمه، الهدف الثاني
تنبؤ بالسلوك وتوقعه، والهدف الثالث التحكم وضبط السلوك. طيب الاهداف دي اتقسمت على المجالات الاتنين بتوع علم النفس. ازاي؟ عندنا اول حاجه المجالات الايه؟ المجالات الاساسيه او الفروع الاساسيه. الفروع الاساسيه ركزت على هدفين من اهداف علم النفس، اللي هم اول هدفين من اهداف علم النفس، وهم فهم السلوك اللي هو تفسير السلوك، والهدف الثاني توقع السلوك اللي هو التنبؤ بيه. يبقى ده الهدف الاول وده الهدف الثاني، الاتنين دول مع بعض كده بيحققهم مين؟ بيحققهم المجالات او الفروع الايه؟ الاساسيه. طيب كده فاضل لنا هدف من اهداف علم النفس. اظن كده عرفنا انه مجالات اللي هتحققه، وايه هو الهدف اللي فاضل؟ الهدف اللي فاضل اللي هو ضبط السلوك والتحكم فيه. ده هيحققه النوع الثاني من مجالات علم النفس او فروع علم النفس، اللي هي المجالات الايه؟ المجالات التطبيقيه. طيب نفتكر مع بعض كده بقى واحده واحده. الفروع الاساسيه قلنا الهدفين دول هتحققهم، اذا يبقى الهدف الاساسي للفروع الاساسيه بعد دمج الهدفين دول هو اكتشاف القوانين العلميه التي تفسر وتتنبأ بالسلوك دون النظر، يعني ماليش دعوه بالتطبيق العملي لهذه القوانين. يبقى الهدف العام، الهدف الرئيسي اللي نقدر نستنبطه للمجالات الاساسيه، وركز معايا قوي في الجزء ده، هو ان احنا عايزين نوصل للقوانين اللي تقدر تفسر السلوك وتتنبأ بيه بس، دون النظر الى ايه؟ الى تطبيقها، لان اللي هيهتم بتطبيقها هي المجالات التطبيقيه. تمام كده؟ طيب هديك مثال بسيط، وده هناخده في الترم الثاني ان شاء الله، واحفظ معاك المثال ده علشان الترم الثاني هتحتاجه. عندنا في علم النفس التعلم عندنا نظريات وقوانين للتعلم. عندنا عالم مهم جدا عمل نظريه اسمها نظريه التعلم الشرطي الكلاسيكي، اسمه ايفان بافلوف. الراجل ده عمل قوانين في نظريه التعلم عند الانسان او الحيوان. القوانين او النظريات بتاعت التعلم دي بتمثل فرع اساسي ولا فرع تطبيقي؟ لا، هي بتمثل فرع اساسي، وبعد كده هنقدر نستفادها في مجالات تطبيقيه اخرى في الحياه. يبقى احنا هدفنا في علم النفس التعلم، او هدفنا في فروع علم النفس الاساسيه هو التوصل لقوانين بتحكم اي مجال. بعد كده بقى نقدر نستثمر القوانين دي، زي بالظبط كده هوت نيوتن مكتشف لقوانين الجاذبيه، قدر يوصل لنا للقانون اللي بيحكم الجاذبيه. هل هو قدر يطبق من القوانين دي ويخترع الطائرات؟ قال لك لا. سفن الفضاء؟ لا. اذا بعد كده في ناس بقى قدرت تستفاد من قوانينه في جانب تطبيقي، وهو اختراع الطائرات او السفن الفضائيه او غيرها. يبقى هنا احنا ساعتها بنبقى في جانب نظري وجانب ايه؟ وجانب تطبيقي. طيب نيجي بقى مع بعض ندخل على اول فرع معانا من فروع علم النفس الاساسيه، وهو اهم فرع من الفروع الاساسيه، اللي هو علم النفس الايه؟ علم النفس العام. بنقول عليه ايه في الامتحان، او بنعرف منين ان هو بيكلمني عن علم النفس العام؟ قال لك هو المدخل لكل العلوم النفسيه، اذا هو البوابه، خلاص، هو الباب الرئيسي او المدخل الرئيسي لكل فروع علم النفس، سواء كانت اساسيه او تطبيقيه. بعد كده عايز يوصل للقوانين العامه اللي بتفسر السلوك، يبقى اهم حاجه في علم النفس العام قوانين عامه لتفسير السلوك. يبقى لما يجي يقول لي علم او فرع من فروع علم النفس الاساسي، المدخل لكل العلوم النفسيه، بيوصل للقوانين العامه اللي بتفسر السلوك. من اهم موضوعاته دراسه النظريات النفسيه دراسه مستفيضه، يعني يجيب كل الظواهر النفسيه ويبدا يفهمني الظواهر دي ايه سببها، ويقدر يتنبأ باللي ممكن يحصل بسبب الظواهر النفسيه دي. ايه اهم موضوعاته؟ الاحساس، الادراك، التخيل، التعلم، الشخصيه، الذكاء، الدوافع. الموضوعات دي لو اتذكرت معايا في الامتحان بنعرف ان هو بيكلمني عن علم النفس العام. يبقى كده ده اول فرع، الفرع الرئيسي او الفرع
اللي بيدخلني لكل مجالات علم النفس، اللي بيكتشف القوانين العامة اللي بتفسر السلوك، اللي أهم موضوعاته الإحساس والإدراك والدوافع والانفعالات والشخصية والتعلم، هو علم النفس العام. ندخل مع بعض بقى على الفرع الثاني اللي هو علم النفس الفسيولوجي. يبقى أنا كده هكتب عند علم النفس العام البوابة أو المدخل، دي الكلمة المفتاحية بتاعة علم النفس العام. طيب علم النفس الفسيولوجي ايه الكلمة المفتاح؟ وبعد كده هقول لك الشرح بتاعها. علم النفس الفسيولوجي، ارجع كده افتكر لما خدنا مراحل علم النفس، خدنا 3 مراحل لعلم النفس في اول فصل في علم النفس خدناه مع بعض. خدنا اول مرحلة المرحلة الفلسفية، بعد كده المرحلة الفسيولوجية، بعد كده مرحلة الاستقلال. المرحلة الفسيولوجية اللي كان فيها فونت، صح كده؟ افتكر فونت كان بيتكلم عن الفسيولوجي اللي هي ايه؟ وظائف الاعضاء. يعني بيكلمني عن الحاجات البيولوجية او الحيوية او الحاجات الجسمية اللي ليها علاقة بمين؟ اللي ليها علاقة بنفسية الانسان، يعني تأثير الجسد على الحالة النفسية. اذا احنا هنا بندرس ايه؟ بندرس الاسس الفسيولوجية للسلوك، بندرس الجهاز العصبي، بندرس وظائف غدد او اعضاء وتأثير على الانسان او سلوك الانسان. نسمع كلنا عن الغدد اللي في منها نوعين، غدد قنوية وغدد لا قنوية اللي هي بنقول عليها غدد صماء، اللي بتفرز افرازاتها في الدم مباشرة. الغدد الصماء دي ممكن تفرز هرمونات تأثر على نشاطنا او الحركة بتاعتنا او غضبنا او انفعالاتنا. اكيد طبعا احنا نسمع طبعا عن الغدة الدرقية والغدة النخامية. الغدد دي مسؤولة جدا عن حالة من النمو او حالة من النشاط او الحركة في جسمنا. افرازاتها لما بتقل اكيد طبعا هتأثر على سلوكنا، لو زادت برضو عن الطبيعي برضو بتأثر بسلوك على سلوكنا. يبقى اذا هنا في علاقة كبيرة جدا ما بين الطب او الاحياء وما بين سلوك الفرد اللي هو علم النفس. لما دمجنا الاتنين دول مع بعض عرفنا ان في فرع مهم جدا اسمه علم النفس الفسيولوجي اللي بيدرس وظائف الاعضاء وتأثيرها على السلوك. نيجي بقى للفرع الثالث، وده برضو هنفتكر مع بعض كده حاجة خدناها في اول فصل كان اسمها المدرسة المعرفية. المدرسة الايه؟ المعرفية. بناء عليه الفرع ده اسمه ايه؟ اسمه علم النفس المعرفي. علم النفس المعرفي. المدرسة المعرفية كانت بتسعى الى اكتشاف حاجة اسمها العمليات المعرفية، او كنا بنقول عليها العمليات العقلية او العمليات الذهنية، خلاص، او الفكرية. العمليات دي قلنا ان الانسان بيقوم بيها علشان خاطر يقدر يستجيب للمثيرات اللي بيتعرض ليها، يبقى عشان يقدر يعمل استجابة سليمة من المثير، خلاص كده؟ طيب اذا يبقى العمليات المعرفية او العقلية زي الاحساس او الانتباه او الادراك بتدرسه المدرسة المعرفية او فرع علم النفس المعرفي. بيقول لنا مراحل الاحساس ايه وازاي بتتم مراحل الاحساس، بيقول لنا الانتباه هو عبارة عن ايه وقوانينه ايه، وايه العوامل اللي ممكن تساعد على تشتت الانتباه او العوامل اللي تساعد على جذب الانتباه. ودي نوعين هتاخدهم في الترم الثاني، عوامل داخلية وعوامل خارجية. وكمان هيفهمنا الادراك والقوانين اللي بتتحكم في الادراك. في فرع او في فصل كامل هناخده في الترم الثاني بنتكلم فيه عن كل العمليات المعرفية اللي الانسان بيقوم بيها. وخليك حافظ ده معايا علشان لما تعرف في الترم الثاني ايه هي وظيفة علم النفس المعرفي. قال لك تعديل السلوك باستخدام حاجة اسمها العلاج السلوكي المعرفي. بمعنى احنا هنا بنحط ايدينا على الاخطاء اللي ممكن بيقع بيها الفرد بسبب قصور في بعض العمليات العقلية او المعرفية اللي بيقوم بيها، وبناء عليه بنعرف ازاي نعالجه في احساسه ولا انتباهه ولا ادراكه. ده اللي بنقول عليه
العلاج المعرفي او السلوكي. وده على فكره بنلاقيه دلوقتي منتشر كتير جدا في المستوصفات والمستشفيات وفي اماكن خاصه او مراكز خاصه بالعلاج المعرفي او السلوكي لبعض الاطفال اللي عندهم تشتت في الانتباه او عندهم فرط في الحركه او عندهم سلوكيات انحرافيه او اجراميه او عنيفه. بيقدروا يروحوا المراكز المتخصصه في العلاج السلوكي المعرفي علشان يبدا يتعامل مع الطفل ويصحح السلوكيات بتاعته الغير سليمه. ندخل بعد كده على الفرع الرابع، علم النفس النمو. علم النفس النمو اللي بيكون ليه اسمين تانيين ممكن يقولك في الامتحان، علم النفس الارتقائي او بيقولوا عليه علم النفس التطوري. وطالما هو بيقول لك ارتقائي او تطوري يبقى هو يقصد بيها مراحل النمو اللي بتمر بيها في حياتك، بندرس فيها كل خصائص النمو في كل مرحله، وبنعرف التغيرات اللي بتطرأ على الفرد في كل مرحله من مراحل النمو المختلفه في الجوانب العقليه او الجوانب الجسميه او الجوانب الاخلاقيه او الاجتماعيه او النفسيه. فنعرف كل مرحله فيها ايه من خصائص وفيها ايه من مشكلات، ونبدأ نفهم ونوعي أولياء الأمور أو المعلمين اللي بيتعاملوا مع مرحلة عمرية معينة الخصائص دي عبارة عن إيه، وإيه التحديات أو المشكلات اللي بيقابلوها في المرحلة ديت علشان نقدر نتعامل معاها. فعندنا مثلا مرحلة النمو الطفل الرضيع تختلف مثلا عن مرحلة الطفولة المبكرة أو المتأخرة أو البلوغ أو المراهقة أو الشباب أو الرشد لغاية الشيخوخة أو الهرم. كل دي مراحل الإنسان بيمر بيها، كل مرحلة فيها زي ما قلنا خصائص بتختلف عن الأخرى. فإحنا في علم النفس النمو بندرس كل مرحلة، يبقى كل مرحلة هي الكلمة المفتاح بتاعة علم النفس النمو. هتعرف إن هو طالما بيدرس المرحلة بمشكلاتها أو خصائصها يبقى هو بيدرس علم النفس إيه؟ النمو. طيب كده فاضل لنا احنا هنا رقم 4، كده فاضل لنا فرعين من فروع علم النفس الأساسي، وهو علم النفس الاجتماعي وعلم النفس الفارق. تعالوا نشوفوا آخر فرعين عندنا هم الاجتماعي والفارق معناهم ايه. علم النفس الاجتماعي بيهتم بدراسة السلوك الناتج عن تأثر الفرد بالمثيرات الاجتماعية والآخرين. تاني كده، علم النفس الاجتماعي هو ميكس، وميكس مشروع جدا وهو أهم فرع من فروع علم النفس ما بين علم النفس وعلم الاجتماع. علشان كده أصلا الاتنين بيدرسوا مع بعض، محدش يقدر يدرس علم النفس من غير ما يدرس علم اجتماع أو علم اجتماع من غير ما يدرس علم نفس. فعلم النفس الاجتماعي هو بيدرس تأثر سلوك الفرد بالمجتمع اللي هو عايش فيه أو الجماعة اللي عايش فيها أو الآخرين المحيطين بيه، لأن كل فرد مننا بيقوم بسلوك أحيانا السلوك ده بيكون نابع من تأثره أو تأثير الجماعة اللي هو عايش فيها عليه، فهي اللي دفعته إلى القيام بالسلوك ده. فالهدف من ده التوصل إلى قوانين التفاعل الاجتماعي بين الأفراد والمثيرات الاجتماعية. إيه أهم الموضوعات اللي علم النفس الاجتماعي بيركز عليها؟ القيادة والتنافس والتعاون والثورات والرأي العام. كل الحاجات دي هتاخد بالك ان هي حاجات اجتماعية، والحاجات الاجتماعية دي اكيد بتأثر على السلوك النفسي او السلوك الذاتي لمين؟ للفرد. زي بالظبط دراستنا لموضوع الاتجاهات او القيم اللي ممكن بنستفاد من نظرياتهم في تعديل سلوك الافراد داخل الجماعة، لان كل فرد مننا ممكن يكون ليه اتجاه، بس الاتجاه ده ما يمشيش مع الجماعة دي، فبالتالي بتعدل الاتجاه دوت علشان يتماشى مع الجماعة. عشان كده في حاجة اسمها التكيف، وده من الموضوعات المهمة جدا في علم النفس وفي علم الاجتماع. فالموضوع زي كده كان لازم يتدرس من فرع مشترك ما بين علم النفس وعلم الاجتماع اسمه علم النفس الاجتماعي. يبقى في الامتحان لو كلمني عن جماعة او كلمني عن مجتمع يبقى احنا بنختار كده علم النفس الاجتماعي. نيجي بقى لعلم النفس الفارق، وهو من اسمه كده فارق يبقى بيعمل تمييز. بيفرق ما بين الافراد او الجماعات المختلفة او السلالات او بين الذكور والاناث. بيعرفك ايه الاختلافات المعرفية
ما بينهم او الجسميه او الاخلاقيه او القيميه ما بين السلالات وبعضهم البعض او الافراد او حتى بالمجتمع الذكور والاناث، علشان نقدر نحدد التوجه التعليمي او التوجه المهني. فعلم النفس الفارق هو عكس علم النفس العام. لو علم النفس العام بيوصلني لقوانين عامه عند البشر، فعلم النفس الفارق هو اللي بيميز لي الاختلافات بين البشر. زي بالظبط كده هوت لو احنا بنقول ان في قوانين عامه بتحكم مرحله المراهقه، احنا توصلنا مثلا المرحله دي فيها كذا 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 عند المراهقين لطلاب مثلا الصف الثالث الثانوي. هات بقى الفارق يطلع لك الاختلافات في الميول والقدرات ما بين طلاب الصف الثالث الثانوي، عشان كده في منهم بيخش ادبي او علمي علوم او علمي رياضه بسبب اختلافاتهم في قدرات او في الميول. يبقى طالما في الامتحان كلمني عن تمييز او كلمني عن مقارنه، طالما كلمني عن تمييز او مقارنه بختار على طول علم النفس الفارق. كلمني بقى عن تشابه، اعكس بقى تشابه، يبقى ده علم النفس مين بقى؟ يبقى ده علم النفس العام. لما يكلمني عن التشابهات يبقى كده بيكلمني عن علم النفس العام مش علم النفس الفارق. كده احنا شطبنا على الفروع الأساسية لعلم النفس. تعالوا بقى كده مع بعض نشوف الفروع التطبيقية، ونفتكر كده مع بعض لما اتكلمنا عن الفروع التطبيقية قلنا ان هي هتحقق الهدف الثالث من اهداف علم النفس. ايه هو الهدف الثالث؟ ضبط السلوك والتحكم فيه. علشان كده بنقول ان الهدف العام للفروع التطبيقية هو استثمار وتطبيق القوانين والمبادئ اللي توصلنا اليها في الفروع الاساسية في ميادين النشاط الانساني. يعني انا هاخد القوانين اللي كانت موجوده في الفروع الاساسي دي سواء في علم النفس النمو او علم النفس العام او الفسيولوجي او الست فروع اللي احنا قلنا عليهم الاساسي، استثمرهم واستفاد منهم في مجالات الحياه او الميادين اللي بيعيش فيها الانسان، فاعمل علم النفس التربوي. فعلم النفس التربوي مثلا يقدر ياخد قوانين علم نفس النمو. قوانين علم النفس النمو مثلا اللي درست المراحل بتاعه الانسان، فمثلا ندرس الطفوله المبكره او الطفوله المتاخره او المراهقه، كل دي مراحل بيكون فيها الفرد مننا في ايه؟ في تعليم. فنقدر بقى نستفاد من المعلومات اللي خدناها في النمو بطبيعه كل مرحله ان احنا نحط مناهج مناسبه معرفيا وعقليا واخلاقيا واجتماعيا ونفسيا مع الطلاب في كل مرحله في مجال التربيه والتعليم او مجال التدريس، عشان نتجنب اي مشكلات ممكن تكون خطأ في المناهج الدراسيه. يبقى احنا هنا بنختار المناهج المناسبه التي تتناسب مع اعمارهم الايه؟ العقليه. يبقى هنا ده يبين الاندماج ما بين الفروع الاساسيه والفروع التطبيقيه. طب انا في الامتحان هعرف انه بيكلمني عن علم النفس التربوي، هيكلمني عن مجال التربيه او مجال التعليم او المناهج، يبقى هو بيكلمني عن علم النفس التربوي. مدارس او جامعات يبقى علم النفس التربوي. طيب تعالوا نشوفوا التاني فرع معانا من فروع التطبيقيه وهو علم النفس الصناعي. علم النفس الصناعي يبقى كده هيتطبق في المصنع او الشركه. حلو، شركات ومصانع هل تستفاد بقوانين علم النفس؟ العامل ما هو انسان زيه زي الطالب اللي في المدرسه اللي قلنا عليه لازم نحط له منهج مناسب، فاحنا العامل برضو لازم نحط العامل المناسب في المكان المناسب. علم النفس بيقدر يحدد الشخصيات، فيقدر ازاي يحط العامل المناسب في المكان المناسب وفقا لسماته الشخصيه. كمان احنا بنحتاج كشركات او مصانع نزود الانتاج، فعشان نزود الانتاج لازم نعرف ازاي نتعامل مع العمال بتوعنا علشان خاطر يكون عندهم انتماء، والانتماء ده من الموضوعات المهمة لعلم النفس الاجتماعي برضه هتطبق في علم النفس الصناعي، فيبقى عنده انتماء لشركته او مصنعه فيزود الانتاجية او يحسن العمل بتاعه في المصنع او في الشركة. وبنحاول نحقق له الرضا المهني والنفسي علشان نقدر هنا ساعتها نرفع الكفاءة الانتاجية
للعامل. يبقى طبيعي انا هقدر ادرس شخصيه العمال فاحط العامل المناسب لمكان غير المناسب، ما اقدرش احطه في مكان تاني غير المكان اللي ينفع مع سماته. هديك مثال بسيط كده، لو احنا درسنا شخصيه ولقيناها شخصيه انبساطيه يعني اجتماعيه تعامل مع الناس بسلاسه ويسر، نقدر نستخدم الشخصيه دي في ان هي تخش في التعامل مع الحاجات اللي ليها علاقه بالجمهور. لكن لو شخص تاني انطوائي بنحطه في الاماكن اللي ليها علاقه بالتعامل مع الاله اكتر او التعامل مع المعدات اكتر، فبناء عليه هينجح ويبقى مبسوط جدا بالشغل ده وراضي عنه لانه ما بيحبش التعاملات بتاعت الجمهور وبيتعب منها. لكن الانبساطي والاجتماعي بيحب ان هو يندمج مع الناس ويدخل في علاقات، فده ينفع في المكان بتاع التعامل الجمهوري زي العلاقات العامه. يبقى كده احنا فهمنا ازاي ممكن نستفاد من علم النفس ودراساته في مجال الصناعه. نخش برضه في مجال التجاره. اهو برضه التجاره محتاجه تشتغل على نفسيه المستهلك. ما هو نجاح التجاره بنجاح كم الاستهلاك. المستهلك لازم يشعر بالراحه النفسيه تجاه المنتج علشان خاطر يستخدمه فالتجاره تنجح. علشان كده مثلا بنلاقي الاعلانات بتعتمد على عوامل جذب معينه علشان تجذب الطفل او تجذب الفرد الكبير لشراء المنتج ده. فنلاقي اغلبيه الاعلانات بتعتمد على المشاهير والنجوم. فطبعا احنا ثقتنا وحبنا للمشهور ده او للنجم ده بيخلينا نجري ورا السلعه دي، فبناء عليه ننجح في التسويق. عشان كده معظم التسويق بتاعنا شغال بهذا الشكل. وبرضه في عوامل الاغنيه، الصوره اكثر التصاقا بالعقل، فنبدا نعمل اعلانات دايما بتعتمد على الاغاني او على الصور اللي بتعتمد هنا على جذب المشاهد او جذب المستهلك لشراء السلع. احيانا بعض التجار في المتاجر بتاعتهم بيسعروا السلعه بتاعتهم برقم مثلا وليكن 399. ليه 399؟ علشان خاطر يحسسك ان الحاجه ما تعدتش ال 300 جنيه، لكن هي اصلا اوريدي 399 يعني دخلت في 400 جنيه. طب هو ليه بيعمل كده؟ مش عشان الضرايب بس، هو بيعمل كده علشان خاطر كمان احساس المستهلك برقم 3 افضل من احساسه برقم 4، لان ده رقم اكبر فهيدفع اكتر، لكن هو في الاخر بيلاقيها واحد. الاعتماد برضو على موضوع السيل او اوكازيون، ان هو مثلا يغريك بانه هيديك 4 قطع هديه لما تشتري قطعتين، فيحس ان الهدايا هتبقى اكبر من حجم الشراء اللي هيشتريه، رغم ان هو ممكن يحط في الاخر سعر القطعتين غالي ويعوض فرق ال4 قطع دول، وده اللي بيحصل. بس انت بتخش وبتقع في الفخ وبتشتري، وده كده يبقى نجح علم النفس التجاري. تعالوا بقى ندخل على علم النفس الحربي. ما تنساش تكتب الكلمات المفتاحيه بتاعت التجاري اللي ليها علاقه بالمستهلك او الاستهلاك او البيع والشراء. علم النفس الحربي بقى، طالما حربي يبقى احنا كده بنتكلم عن المؤسسات العسكريه، عشان كده ساعات بيقولوا عليه علم النفس العسكري. يبقى الحربي او العسكري اللي بيهتم بالمؤسسات العسكريه ورفع كفاءه القوات المحاربه عشان نحقق النصر من خلال الدعايه والحرب النفسيه. احيانا بيكون سبب من اسباب نجاح الجندي في المعركه هو الحاله النفسيه والمعنويه العاليه جدا. لذلك في جهاز مختص اصلا في القوات العسكريه اسمه جهاز او اداره الشؤون المعنويه، اللي بيختص برفع الحاله المعنويه او النفسيه عند الجنود وضباط الصف. برضو كمان علم النفس الحربي مهم جدا في اختيار الدقيق للجنود والضباط. نلاقي دايما معظم طلابنا في ثالثه ثانوي لما ربنا بيكرمهم كده وبيخلصوا بيبقوا دايما عايزين يقدموا في كليات الشرطه والحربيه. الكليات دي بتعمل اختبار مهم جدا اسمه اختبار السمات او الاختبار النفسي. اختبار النفسي او اختبار السمات بيعتمد على مجموعه من الاسئله موضوعه من قبل متخصصين في علم النفس علشان خاطر يقدروا يحددوا السمات الشخصيه للشخص المتقدم ان هو يبقى ضابط في القوات الحربيه او الشرطه. بنوجه كل فرد للمهمه اللي بتناسبه من خلال معرفتنا لسمات كل جندي او كل عسكري او كل ضابط او كل ضابط صف. تحقيق النصر في المعارك من خلال الدعايه والشائعات.
لان احيانا الوقت بتاع الحرب بينتشر فيه معلومات مش صحيحه، فيقول لك مثلا ان احنا الجنود بتوعنا ضعاف او ما عندناش معدات، علشان يبدا يضعف الروح المعنويه للجندي المصري في المعركه ان هو هيتهزم، مع العلم ان احنا عندنا القدره المعنويه والاستعداد للفوز في المعارك، والتاريخ يشهد بده. فعلشان كده انت بتشتغل على الحالة النفسية للجندي اللي هتساعده في الفوز وهتساعده في رفع معنوياته في المعركة. نيجي بقى لعلم النفس الإكلينيكي. علم النفس الإكلينيكي بيقولوا عليه برضه علم النفس العيادي، وهقول لك ليه قالوا عليه عيادي، اللي هي كلمة كلينيك. كلينيك اللي هي عيادة، اللي هو الإكلينيكي ده بيهتم بدراسة الاضطرابات النفسية والعقلية وعلاجها. الناس اللي عندها قلق أو هستيريا أو عيوب نطق، الناس اللي عندها مشاكل نفسية حادة زي الاكتئاب مثلا، أو ممكن يكون داخل على مرحلة انتحار، إزاي نقدر نعالج الناس دي؟ الناس اللي بنقول عليها مستشفى الأمراض النفسية والعقلية، اللي ممكن يكون وصل لحالة نفسية خلته شخص غير طبيعي أو غير سوي. احنا بقى في علم النفس الإكلينيكي بنقدر نعالج الأمراض والاضطرابات النفسية والعقلية، وده اللي بنلاقيه في العيادات النفسية أو في المستشفيات اللي بتعرف بمستشفى الأمراض العقلية، اللي هي بنقول عليها زمان وبنقلس كده هوت السرايا الصفراء. هي السرايا الصفراء دي بقى اللي بنروح لها لما بيكون الحالة ميؤوس منها، بنبدأ نشتغل على علم النفس الإكلينيكي. فاضل لنا آخر فرعين من فروع علم النفس، علم النفس البيئي وعلم النفس السياسي. علم النفس البيئي اللي بيدرس العلاقة بين الإنسان والبيئة اللي هو عايش فيها. طب معلش يا مستر، ما احنا خدنا في أولى ثانوي حاجة اسمها فلسفة البيئة، وعرفنا إن فلسفة البيئة هي فرع من فروع الفلسفة، وتطبيقي برضه زيه زي علم النفس البيئي من الفروع التطبيقية برضه، اللي بيهتم بدراسة البيئة ومشكلاتها، صح كده؟ وبنحاول نعالج المشكلات البيئية، خلاص كده هوت، اللي تسبب فيها الإنسان بسبب التقدم التكنولوجي، خلاص؟ هنا احنا بقى بنشوف الحاجات البيئية فعلا اللي فيها مشكلات في البيئة ازاي بتأثر على سلوك الإنسان. ما لو ما كانتش بتأثر على سلوك الإنسان بالسلب ما كناش عملنا فرع من فوق الفلسفة اسمه فلسفة البيئة ننادي بيه بعلاج المشكلات البيئية. زي ايه المشكلات البيئية اللي بيعاني منها الإنسان وبتأثر في سلوكه بالسلب؟ زي الزحام، الانفجار السكاني، الضوضاء، تجريف التربة، الاحتباس الحراري. كل دي مشكلات ترتبط بسبب التقدم التكنولوجي والتقني للإنسان وأثرت على البيئة بالسلب، ومنها أثرت على سلوك الإنسان بالسلب. فعشان كده في فرع اسمه علم النفس البيئي اللي بيدرس أثر الزحام على الحالة الانفعالية والنفسية لسكان المدن. الإنسان مننا لما بيكون في زحمة أو حر شديد بيكون خلقه ضيق وبيبقى دايما سريع الغضب والثوران، لان الدنيا زحمه واحنا مش مستحملين بعض اصلا. زي كده ما بيحصل في نهار رمضان وبنكون طبعا صايمين، والنيكوتين، الناس اللي بتشرب سجاير والناس اللي بتشرب قهوه وشاي والكلام ده كله، فبالتالي بيكون هنا بيولوجيا مع كمان البيئه الخارجيه. لو الجو حر كل العوامل البيئيه هنا الخارجيه والداخليه بتاثر في سلوكياته. فعشان كده درسنا علم النفس البيئي. يبقى علم النفس البيئي بيدرس البيئة الخارجية وتأثيرها على الفرد في سلوكه، تمام كده اهوت. يبقى عشان كده دايما بنقول الاحتباس الحراري كحاجة سلبية في البيئة، او الزحام او الانفجار السكاني او الضوضاء، كل دي عوامل بتأثر في الغضب او النفسية السيئة للإنسان. زي بالظبط تأثير الضوضاء على التحصيل الدراسي، لو واحد مننا قاعد بيذاكر والدنيا دوشة، او هو مريض مثلا ومحتاج للهدوء او الراحة، وبيكون هنا ساعتها بيأثر على نفسيته في العلاج، وبيقل هنا هو ساعتها الكواليتي بتاع العلاج بتاعه، لان هو مش بيشعر بالحالة النفسية. عشان كده الواحد مننا لما بيحب يبقى هادي نفسيا او يحب يخرج كده من الحالة الضغط النفسي اللي هو فيها، بيروح للاماكن الايه الفاضية، يقول لك الجزر، يروح للبيئة الريفية والطبيعة كده الخضراء والسماء، الاماكن اللي هي بيكون فيها براح وما فيهاش ضوضاء.
ما فيهاش زحمه، الجو فيها كويس وفي رطب كده هوت وفي الجو النسيم. لكن الجو اللي هو بيكون بقى مكتوم وحر وفي زحمه وضوضاء ده هيؤدي الى الضغط النفسي. يبقى البيئه على طول يتكلم عن الحاجات الخارجيه اللي محيطه بينا، فنعرف ان هو بيكلمني عن علم النفس البيئي. نيجي بعد كده لعلم النفس السياسي، اللي هو بيهتم بفهم السلوك السياسي من منظور نفسي، وقد ايه القرارات السياسيه او الحاجات اللي بتحصل في الدوله بتأثر على سلوك الفرد في المجتمع. فعشان كده احنا بنحاول نفهم العلاقه المرتبطه بين الافراد والمواقف التي تتأثر بمعتقداتنا او ادراكنا او تنشئتنا او سلوكنا. علشان كده في ناس للأسف عندها تنشئة سياسية سلبية تجاه المشاركة في العالم السياسي، زي الناس اللي ما بتروحش للانتخابات، خلاص، او بعض الناس اللي بتعمل عمليات زي التطرف، خلاص، او الناس اللي بتحب ترشح نفسها في الادوار القيادية في مجلس الشعب او مجلس الشيوخ او غيرهم. يبقى انا هنا هو بتكلم على الحالة السياسية للدولة وتأثيرها على السلوك النفسي، ودي طبعا بنسميها ثنائية الاتجاه ما بين علم النفس والسياسة، او السياسة وعلم النفس. لان حتى لو انت دخلت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية انت بتدرس برضو علم النفس السياسي، لان الاتنين مراية لبعض وبيعكسوا بعض. فعلم النفس السياسي ما بيعتمدش بس على علم النفس او علم الاجتماع، لا ده بيعتمد على علم الاجتماع وعلم الانسان اللي هو الانثروبولوجي وعلم الاقتصاد وعلم التاريخ. كل دي فروع بيعتمد عليها عشان يجمع المادة بتاعته او يجمع المعلومات بتاعته. يبقى في الامتحان ما دام كلمني عن القيادة او التطرف او الارهاب او الانتخابات يبقى هو كده بيكلمني عن علم النفس السياسي. كده ده الفرع السابع اللي هو الفرع الأخير في فروع علم النفس التطبيقية. وكده يبقى وصلنا لنهاية الحصة النهاردة. الفصل الثالث فروع علم النفس خلص كله. استنوا أسئلتنا وتدريباتنا على الفصل الثالث وحل الواجب اللي هينزل. كان معكم مستر أحمد الواعر مدرس المواد الفلسفية بالإسكندرية من على منصتكم نتعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.